قبل أن تسمع أي خبر آخر، وقبل أن تظن أن ما يحدث مجرد سياسة، توقف لحظة وانظر حولك. العالم يدخل مرحلة لم يعشها منذ عقود، ليس بسبب حرب بدأت، بل بسبب حرب قد تبدأ في أي لحظة. إذا كنت تتابع الأخبار فقط بالعناوين، فأنت ترى أقل من 10% من الحقيقة. اشترك الآن في نيوزلاين آر، لأن ما سيحدث لاحقا لن يشرح لك بعد وقوعه، بل قبل أن يبدأ. صمت غير طبيعي يسيطر على العالم. الدول لا تتكلم كثيرا، لكنها تتحرك كثيرا. تحركات محسوبة، رسائل مشفرة، وتحذيرات لا تقال علنا. الخبراء متفقون على شيء واحد: نحن في أخطر مرحلة ما قبل الانفجار. الحرب العالمية الثالثة لم تعد سؤالا خياليا، بل احتمالا يناقش بجدية خلف الأبواب المغلقة. الاقتصاد العالمي على حافة الارتباك، الطاقة تحت ضغط غير مسبوق، السماء نفسها لم تعد آمنة كما كانت. ووسط كل هذا يطلب من الشعوب أن لا تقلق. التاريخ يعيد نفسه بطريقة مخيفة. كل الحروب الكبرى بدأت بتهوين الخطر وبكلمة الأمور تحت السيطرة. لكن ماذا لو لم تعد تحت السيطرة؟ ماذا لو أن الخطأ القادم لن يمكن إصلاحه؟ وماذا لو كانت الأيام القادمة هي الحاسمة؟ تقارير غامضة تظهر ثم تختفي، تصريحات تفسر بأكثر من معنى، وخبراء يحذرون من نقطة لا عودة. العالم منقسم بصمت، لا أحد يريد أن يبدأ، لكن الجميع يستعد لأسوأ سيناريو. في هذا الفيديو من نيوزلاين آر نكشف: لماذا عاد الحديث عن حرب عالمية بقوة؟ ما الذي يجعل هذه المرحلة أخطر من أي وقت مضى؟ ولماذا يعتبر بعض المحللين أن الشرارة قد تكون أقرب مما نتخيل؟ لا تخرج الآن، المعلومات القادمة قد تجعلك تعيد التفكير في كل ما تسمعه يوميا. اشترك في نيوزلاين آر وفعل الجرس، لأننا لا نلحق الخبر بعد وقوعه، نرصد ما قبله. العالم يرتقب، والسؤال لم يعد هل ستقع الحرب، بل هل نحن مستعدون لما بعدها؟